الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. قلت لك بس معلومه، بس الحمد لله ما حدش قالها الا انا. الحمد لله قلت لك ان الشناوي هيلعب في الدوري ومصطفى شوبير هيلعب في افريقيا. الحمد لله الماتش اللي فات شفنا شوبير، والماتش ده شفنا الشناوي في الدوري مع الاسماعيلي. تاني حاجه، كاموشا، الناس كلها بتسأل على كاموشا. عايز اقول لك ان انت اعاره 6 اشهر، مفيش وقت. يعني اديني حاجه، ده كلام المدرب يستورب، اديني حاجه ان انا اتسند عليها المطوشه الجايه، ان انا اقدر العبك يعني مفيش وقت. انت اعاره 6 اشهر فمفيش وقت. فاديني حاجه ان انا اسند عليها، ان انا او تبين لي حاجه. شفناه النهارده في الماتش. انا قلت لك الراجل اداله، وانا بحيي ستورب ان هو اداله، لان انت لو كنت طلعته في الشوط الاول كنت هتفقده خالص. فالنهارده انت اديته، بس اديني حاجه بقى، يعني اديني حاجه ابدا عليها ان انا اي حاجه. يعني لو احنا جينا نتكلم على وقت شريف القصير اللي هو لعبه، على ما اعتقد ان هو كان اخطر منه في بعض الاوقات. امبارح قلت في اللايف، قلت ان يوسف بالعمري هيلعب وهياخد جزء من المباراه، والنهارده شفنا يوسف بالعمري خد. النهارده النتيجه بتاعت الاهلي 3، النهارده ال3 نقط دول يودوا الاهلي مؤقتا للمركز الثاني. ان شاء الله باذن الله الماتش الجاي الجيش الملكي هيبقى ماتش صعب، والتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله.